فريق فلومينينسي خطر، بس مش الخطر اللي انت فاكره. الخطر الحقيقي ان سمعته واصله للنادي الاهلي انه فريق من كبار السن، ودي مصيبه. وعشان ما تقولش ان انا ما قلتلكش، في كورتين بس هم اللي بيجيبوا منهم اجوان. سمعنا شناوي؟ الاولانيه بتبقى عرضيه لانهم مش بيحنكشوا في منطقه الجزاء، عرضيه بلمسه في الجون على طول. الثانيه بتبقى على طريقه شيكابالا كده، مارسيلو بيقطع من على خط منطقه الجزاء وبيشوطها في البعيده. جبنا سيره مارسيلو، المشكله ان الناس فاكره ان مارسيلو عجز، ومارسيلو بيقول تلاميذنا افتكرونا عجزنا. مارسيلو دلوقتي بيلعب لا عشان بطولات ولا عشان فلوس، بيلعب لقله الادب، يلبس اي حد كوبري، يشمس اي حد، بيلعب من غير ما يفكر هو هيعمل ايه بالكوره. المهم بقى ان احنا ما نفقدش اعصابنا ونخليه ياخد فاولات في اماكن مهمه. سامعني يا عبد المنعم؟ هي الميزه الوحيده في مارسيلو دلوقتي انه بالنسبه لنا ما بقاش بيلعب طول الماتش، كبر برضه الراجل. كينو اللي كان بيلعب في بيراميدز مفيش خطر منه زي ما انت فاهم، الخطر الحقيقي من خيرمان كانو، ده الهداف بتاعهم، جايب 10 تجوان، مش كتير بس هو الهداف بتاعهم. بمناسبه الارقام بقى، عايز اقول لك ان فلومينينسي لعب الدوري ده 18 مباراه، كسب 16 وخسر 14 وتعادل في 8، خرج في المركز السابع. خلال الموسم كله بقى اللي هو 55 مباراه بالدوري بالكاس باي حاجه، جاب 81 هدف. ده لو يقول لك حاجه يقول لك انه بيجيب اكتر من هدف في المباراه، يعني هجومه قوي، بس كمان جه فيه 61 جول. يعني ده برضه يقول لك ان الدفاع بتاعه ضعيف، ودي حاجه احنا لازم نستغلها. المعلومات اللي انا بقولها لك دي المفروض ان هي عند كولر، واحنا ما ينفعش نستهون بفرقه بنقابلها في قبل نهائي كاس العالم للانديه. واللي يقول لك ان الاهلي كان هيصعد للنهائي على طول عشان رئيس اتحاد الكوره في البرازيل مش موجود، قول له انت دماغك دي في حته ثانيه. لان بمنتهى البساطه لو تم اقاله رئيس الاتحاد، اللي بيحل مكانه نائب رئيس الاتحاد. وبعدين مين اللي قال لك ان احنا عايزين نتخطى الماتش؟ احنا عايزين نكسبهم، هنكسبهم ان شاء الله، وهنقابل السيتي، واخواتنا السعوديين هيفضلوا واقفين في ظهرنا، وكل اللي اتقال اشاعات، والطعميه والكبسه اخوات. اشوفكم على خير.